اسم الثورة. نعلن نحن شباب مصر الثوار الرافضين لكافة أشكال الظلم والاستبداد واختطاف الوطن، رفضنا لما آلت إليه الثورة في مصر من تمكين لسلطة غاشمة هي امتداد لنظام المخلوع مبارك أسالت الدماء وأزهقت الأرواح وشردت وأفقرت الشعب المصري. نعلن نحن شباب مصر الثوار أن المشهد السياسي المعقد الذي تعيشه مصر الآن ما هو إلا ارتداد عن المسار الثوري وتمكين للقتلة من حكم مصر لقتل المزيد والمزيد من الأبرياء. هو ما يلزمه وضع حد فاصل لتلك المجزرة الجماعية التي بدأت منذ يوم 25 يناير 2011 ولم تتوقف حتى الآن، مرورا بكافة الأحداث والمجازر التي شهدها الوطن. فالفاعل واحد والمدبر واحد والمستفيد واحد. نعلن نحن شباب مصر الثوار أننا المحرك الرئيسي والوقود الأول والمستمر للثورة التي أضاعتها الحسابات السياسية والبحث عن المكاسب بين الأطراف المختلفة، فأوقعت الوطن من جديد في يد العسكر ليطلق آلة القتل في المصريين ولتصفي الدولة العميقة حساباتها مع كل من شارك في الثورة. لذلك نؤكد أننا بعيدين كل البعد عن أي حسابات سياسية، وأننا لن نخضع لأي مساومة ولن نخضع لأي ابتزاز أو إغراء سياسي، فليس لنا طريق إلا الطريق الثوري، ولا حل لهذه الأزمة المعقدة في مصر إلا بثورة شاملة كاملة لتطهير الوطن من الأنجاس. نعلن نحن شباب مصر الثوار أنه قد حان الوقت لتنتهج الثورة مسارها الصحيح للتخلص من النظم الديكتاتورية والقمعية التي تعمل على وأد الثورة. فلا سبيل للتخلص من النظم الديكتاتورية التي توجه بنادقها في صدور الثوار إلا بتجريدها من أدوات قوتها وامتلاك القوة المضادة التي تمكن الثورة من الانتصار والثأر. ندشن اليوم حركة العقاب الثوري لتكون تأسيس جديد للعمل الثوري الجاد والحقيقي من أجل تخليص الوطن من المستبدين. لقد سئمنا شعارات تكررت مرارا وتكرارا عن سلمية الثورة ضد سلطة مسلحة لا تفهم إلا لغة الرصاص، ولم نجد في العالم أجمع الثورات نجحت إلا إذا امتلكت القوة التي تحميها. ونعلن نحن حركة العقاب الثوري عن تشكيل هياكل لحماية الثورة في 15 محافظة حتى لحظة إذاعة البيان، وسنستكمل هياكلنا لتكوين نواة صلبة للثورة تهدم قلاع القهر والظلم وتعاقب كل من تسول له نفسه من الأجهزة المسلحة بالدولة أو الأفراد والمجموعات المسلحة الإجهاظ على الثورة أو اختطافها. ولقد نفذت الحركة عدد من العمليات في محافظات مختلفة سيتم الإعلان عنها تباعا. إن دماء الشهداء والمصابين هي أولويتنا في أولى مراحل أعمالنا، فلن ينجو أي مجرم أو سفاح بفعلته، ولينتظر منا القتل مفاجآت غير متوقعة، فالقصاص قادم ولا صوت يعلو على صوت البندقية في القصاص المشروع في دولة تحولت إلى غابة. إلى كل الرافضين لإسالة دماء الأبرياء والرافضين للحكم الاستبدادي القائم من العاملين بجهاز الشرطة أو المنتمين لأي كيان مسلح يساند السلطة الحالية أن يتخلى فورا عن موقعه، فإن المواجهة مع تلك المؤسسات الاستبدادي القائم من العاملين بجهاز الشرطة أو المنتمين لأي كيان مسلح يساند السلطة الحالية أن يتخلى فورا عن موقعه، فإن المواجهة مع تلك المؤسسات والكيانات المسلحة التي سرقت الثورة هي السبيل الوحيد لاستعادة ثورة يناير من جديد، وأن الحركة ستستهدف بشكل مباشر كل من تلطخت يده بالدماء وكل من يستهدف الثورة بالسلاح، فينجو من يشاء بنفسه قبل أن تجهز الحركة على كل هؤلاء. عاش نضال الشعب المصري، حركة العقاب الثوري.